في فيديو النهارده هنتكلم عن أكتر فيلم ممكن تشوفه في حياتك هيخليك متوتر وقاعد على أعصابك. النهارده هنتكلم عن فيلم ذا جيلتي من بطولة جيك جيلينهال، وهنعرف بالظبط كل التفاصيل المستخبية في الفيلم ده، وإزاي فيلم متصور كله في مكان واحد يبقى من أمتع الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. الفيلم بيبدأ وهو في حرائق كتير في كاليفورنيا، بالتحديد في لوس أنجلوس. الناس كلها متوترة والمدينة كلها محروقة وحالات السرقة في كل مكان، كل ده والشرطة بتحاول تسيطر على الوضع. بعدين بيظهر جو وهو في الحمام بيستخدم بخاخ استنشاق، ده الجهاز اللي بيستخدمه الناس اللي بيعاني من أزمة نفسية أو بيكونوا بيتوتروا زيادة عن اللزوم، عشان بس الجهاز ده يهديهم. جو كان ضابط شرطة بس اتنقل مؤقتا لقسم الطوارئ كمستقبل مكالمات. يعني أثناء وهو بيشتغل وبيستقبل المكالمات في رقم مش متسجل عنده ورن عليه، طلع إنها واحدة صحفية وكانت عايزة تاخد منه شوية أجوبة بخصوص قضية معينة هو كان مشارك فيها. بس أنا عايزك تركز قوي في الحتة دي عشان هنحتاجها في آخر الفيديو. المهم هو مرضيش يكلمها وقفل التليفون في وشها. جو فضل شوية بيستقبل مكالمات من المواطنين اللي في أمريكا، وبعدها بشوية في رقم رن عليه، وهنا أحداث الفيلم كلها بتبدأ. كان في بنت اسمها إيميلي رنت عليه وكانت بتتكلم بطريقة غريبة ومشكوك فيها، بس جو وقتها ما كانش فاهم وكان هيقفل الخط عشان افتكر إن هي رن على الطوارئ بالغلط. بس قبل ما يقفل جو شك إن البنت دي وراها حاجة معينة عشان بدأت تعيط ونبرة صوتها بدأت تتغير. بدأ يسألها شوية أسئلة عشان يتأكد وقال لها هو في حد معاكي؟ وقالت له أيوه. قال لها طب هو يعرف إن أنت بتتصلي بالطوارئ دلوقتي؟ قالت له لأ، وهنا فهم إنها مخطوفة وكانت بتكلمه على أساس إن هي بتكلم بنتها. بدأ يحاول يهديها ويقول لها كلميني أكنك بتكلمي بنتك بالظبط، عشان بس يحاول يعرف يجمع معلومات عنها ويعرف مكانها فين. بدأ يحاول يسألها عن المكان بس معرفش يجمع منها معلومات كتير. حاول يعرف أرقام لوحة العربية بتاعتها بس برضه معرفش. الحاجة الوحيدة بس اللي عارفها نوع العربية وإنها لونها أبيض، والحاجتين دول كانوا بيصعبوا جدا الوصول ليها. وبرغم كده حاول يبعت الشرطة للمكان اللي البنت دي موجودة فيه. الشرطة بدأت تدور على العربية وفجأة اتصلوا بجو وقالوا له إن مواصفات العربية اللي أنت قلتها موجودة قدامنا بالظبط. وبالفعل وقفوا العربية وبدأوا يستجوبوا اللي قاعدين فيها. طلع في الآخر إن هو مجرد شخص عادي هو وصاحبه، وإن البنت المخطوفة مش فيها. الفيلم طول الوقت هيخليك حاسس بتوتر، وده بسبب إن هو متصور في مكان واحد وكل المكالمات اللي بتيجي لجو عبارة عن صوت من غير أي مشاهد، عشان كده أنت ما بتكونش عارف إيه اللي بيحصل بالظبط أثناء المكالمة، فبتفضل طول الوقت متوتر وعايش الجو اللي جو عايش فيه بالظبط. جو بدأ يكتب اسم البنت المخطوفة عنده في السيستم ووصل لرقم تليفون بيتها. لما رن في بنت صغيرة ردت عليه اسمها آبي وهي خايفة وبتعيط. بدأ يسألها شوية أسئلة وعارف اللي هي عندها أخ طلب منها إنه يكلمه، بس في الآخر طلع اللي هو طفل رضيع فأكيد يعني مش هيعرف يكلمه. الطفل ده وراه قصة هتقلب أحداث الفيلم كله. جو عرف إن البنت المخطوفة وجوزها مش موجودين في البيت. سألت البنت الصغيرة عن نوع عربية أبوها وقالت له إنها عربية بيضة بالظبط نفس المواصفات اللي البنت المخطوفة قالتها لجو. بدأ يحاول يجمع معلومات عن جوزها وعرف اللي هو اسمه هنري وجاب رقم تليفونه من البنت الصغيرة. جو أدرك وقتها إن البنت المخطوفة دي طلعت مخطوفة من جوزها. بدأ يكتب اسمه على السيستم وعارف اللي هو كان مسجون قبل كده وعنده سجل إجرامي. وقتها اتأكد إن هو اللي خاطفها. في الآخر وعد البنت الصغيرة إنه هيرجع لها أمها، وخلاص خد الموضوع تحدي إنه لازم يوصل البنت المخطوفة دي لبنتها. جو اتصل بالشرطة وطلب منهم إن هم يوصلوا شرطيين عند الطفلة الصغيرة في البيت عشان كانت خايفة وبتعيط، ولكن للأسف الشرطة ما كانتش متعاونة معاه نهائي. رفضوا يوصلوا ناس عند الأطفال في البيت، كانوا يعني بيقولوا إن هم مشغولين في حاجات تانية معينة. كان كل ما يتصل بحد ويحكي له المشكلة ما كانوش بياخدوا الموضوع بجدية. جو بس الوحيد اللي كان واخد الموضوع على أعصابه وكل اللي حواليه كانوا باردين معاه. بعدها البنت اللي اتصلت بيه في أول الفيلم اللي هي الصحفية اتصلت بيه تاني، وبرضه كانت مصممة اللي هي كانت عاوزة تجمع منه معلومات بخصوص القضية اللي هو كان مشارك فيها. المهم اللي هو اتعصب وقفل في وشها، قال لها بطلي تتصلي بيا. وجو هنا بدأ ينهار ويتعصب. حتى لو خدتوا بالكم هتلاقي اللي هو ماسك جهاز الاستنشاق في ايده طول الوقت. جو ساب المكان اللي هو فيه ودخل في مكان مقفول لوحده عشان يبقى مركز ويعرف يتصل بالشخص اللي خاطف البنت. بدأ يتصل بحد من صحابه في الشرطة وطلب اللي هو يبعت عربية شرطة للبيت بتاع البنت المخطوفة عشان يطمن على الأطفال الصغيرة اللي كانوا هناك، وبرضه طلب منهم ان هم يبعتوا عربية شرطة للبيت بتاع جوزها عشان جوزها قاعد في بيت ومراته قاعدة في بيت مع عيالها. جو بدأ يضلم المكان اللي هو قاعد فيه وبدأ يتصل على هنري اللي هو خاطف البنت، وأول ما هنري رد عليه كان جو سمع صوت البنت بتعيط جنبه. قال له أنا مش شرطة وحاول يستدرجه بالكلام ويقول له اللي هو يرجع البيت ويطمن على الأطفال. هو قال له كده بس عشان أول ما يرجع هيلاقي الشرطة مستنياه في البيت، فوقتها هيعرفوا يقبضوا عليه بسهولة. بس هو في الآخر مرضيش يرجع البيت. قال له أنا عارف إن إيميلي معاك، وبدأ يتعصب عليه ويهدده. قال له أنت كنت في السجن قبل كده وأقدر أسجنك تاني. قام هنري قفل التليفون في وشه. جو طبعا اتعصب وكل مدى هو بيتعصب أكتر وبيتوتر أكتر. بعدين الطفلة الصغيرة اتصلت بجو وقالت له إن في ناس بره البيت. قال لها ما تقلقيش دول صحابي في الشرطة وهيدخلوا يساعدوكي. وبالفعل فتحت ليهم الباب. بدأت الشرطة تفحص البيت ولاحظت إن في دم على إيد وتيشيرت البنت الصغيرة. هم استغربوا وسألوا البنت الصغيرة قالوا لها هو أنت أذيتي نفسك؟ قالت لهم لا ده مش الدم بتاعي. وقتها عرفوا إن الموضوع بدأ يوسع وبقى خطير. قعدوا يبصوا تاني في البيت ولقوا الصدمة. راحوا يشوفوا أخوها الصغير لقوه ميت وطلبوا الإسعاف بسرعة.
تخيل كل الاحداث بتحصل في المكالمه وانت مش شايف اي حاجه، يعني حرفيا كميه التوتر وقتها ما كانتش طبيعيه. جو اتصل بهنري تاني اللي هو خاطف البنت وقال له انا عرفت اللي انت عملته وازاي تقدر تعمل كده، ازاي تقدر تقتل طفل رضيع. المهم هنري ما كانش راضي يدي اجابات مقنعه وما كانش عاوز يرد عليه. جو حاول يقنعه اللي هو يوقف العربيه بس هنري مرضيش وبدا يعيط فجاه. جو وقتها حس ان هنري خلاص بيمثل وبيعيط بس كده وخلاص عشان يعيش دور الضحيه. قعد يقول له ما تمثلش دور الضحيه، انا عارف ان انت قتلت الطفل الرضيع وهحبسك، وقام برضه في الاخر قفل التليفون في وشه. طبعا اي حد بيقفل التليفون في وش جو كان بيتعصب وبيتجنن وكان بيكسر اي حاجه حواليه. صاحب جو في الشرطه اتصل بيه وقال له انا وصلت بيت هنري. جو طلب منه اللي هو يدخل البيت ويفتشه ويدور على اي دليل. لقوا البيت فاضي يعتبر وما فيهوش بس غير حاجات بسيطه، ملاش بس غير شويه ورق، بس بصراحه كان ورق كتير جدا. جو طلب منه اللي هو يحاول يبص على الورق ويعرف ايه الموجود فيه ويتصل بيه تاني. جو رجع اتصل بايميلي اللي هي البنت المخطوفه وطلب منها اللي هي تحط حزام الامان وتشد الفرامل بتاعه العربيه فجاه عشان تتقلب وهنري يموت، عشان وقتها هنري ما كانش حاطط حزام الامان. بدات البنت تحط حزام الامان وبالفعل شدت الفرامل بتاعه العربيه، واول ما عملت كده التليفون قفل. اتصلت بيه تاني وقالت له ان ما عرفتش تتخلص من هنري وان الموضوع ده ما جابش نتيجه. جو طلب من البنت انها تحاول تدور على اي حاجه تقيله حواليها عشان اول ما جوزها يوقف العربيه ويبدا يفتح الباب عشان ينزلها تبدا البنت تضربه على دماغه عشان يموت وتهرب منه. بس البنت وقتها فقدت اعصابها اكتر وبدات تعيط وتنهار. جو بدا يسالها اسئله عشوائيه زي ايه اكلتك المفضله او انت بتقضي وقتك مع عيالك ازاي في البيت، عشان بس يحاول يقلل من التوتر بتاعها. بعد شويه اسئله بدات البنت تتكلم بطريقه غريبه وبجنون شويه كده، هو تقريبا ما كانش فاهم نص كلامها. بعدين العربيه وقفت. جو رجع طلب منها اللي هي تضربه وانه يستاهل كده فعلا، وبدات البنت تقتنع بكلامه. بعدين قالت له ان الطفل الرضيع بقى كويس لدرجه ان هو ما بقاش يعيط. جو استغرب وقال لها ما كانش بيعيط ازاي؟ قالت له اللي هو كان بيتألم في بطنه بسبب التعابين. طبعا انت هتستغرب دلوقتي هتقول تعابين ايه اللي هتوجع البطن، هو في اصلا تعابين ممكن تدخل البطن؟ بس انت هتعرف الاجابه دلوقتي. البنت قالت لجو ان كان في تعابين في بطن الرضيع والبنت شالت التعابين من بطنه عشان يبطل يتألم، يعني من الاخر كده هي اللي موتت الرضيع. جو طبعا اتصدم وما كانش بيرد تقريبا وفضل طول الوقت ساكت وما كانش عارف يرد من الصدمه لانه كان فاكر كل ده ان الشخص هو اللي خاطفها هو اللي قتل الرضيع. بس في الاخر اكتشف ان البنت دي مجنونه وهي اللي عملت كده في الرضيع. اثناء وهو بيتكلم البنت سمع صوت جوزها وهو بيحاول ينزلها من العربيه، بس في الاخر لاحظ صوت كده زي خبطه على الدماغ. وقتها كانت البنت خبطت فعلا الراجل ده على دماغه وهربت منه زي ما فعلا جو طلب منها. بعدها الشخص اللي جو طلب منه انه يروح بيت هنري ويفتشه اتصل عليه تاني وقال له انا لقيت حاجه. قال له انا لقيت اوراق كتير وفواتير مش مدفوعه من مستشفى كده معينه مراته كانت مريضه فيها. طلعت في الاخر ان دي مستشفى مركز علاج نفسي. يعني جو فهم وقتها ان البنت دي مريضه نفسيا وانها فعلا قتلت الرضيع، وبعد ما قتلت الرضيع جوزها حاول ياخدها بالاجبار يوديها المستشفى دي تاني عشان هي ما كانتش موافقه. بس جو في البدايه خالص كان فاكر ان هو كان خاطفها وكان عاوز يعني يقتلها. بدا جو يتصل بهنري تاني. هنري قال له انها خبطته على دماغه وهربت منه وانها قتلت ابنه وقعد يعيط طول المكالمه. فضل جو حاسس بذنب شديد جدا لانه كان فاهم القصه كلها من اولها لاخرها غلط عشان البنت كانت مريضه وكان هنري بيحاول يساعدها اللي هو يرجعها المستشفى تاني. جو رجع كلم البنت تاني وحاول يعرف مكانها بس برضه هي كانت بتتكلم بجنون وكانت بتقول كلام مش مفهوم. فهم اللي هي على جسر وشك ان هي كانت عايزه تموت نفسها. عارف مكان الجسر وطلب من باقي زمايله في الشرطه يروحوا للمكان ده باسرع وقت ممكن قبل ما البنت دي تعمل حاجه في نفسها. قالت له انت اللي قلت لي ان هنري كان يستاهل الضرب. طبعا جو سمع الجمله دي من هنا وحس بذنب شديد اكتر ان هو فعلا كان غلطان وقال لها انا فعلا غلطان اللي انا قلت لك كده وما كانش ينفع اللي انا اقول لك كده. المهم جو قرر يعترف لها وقال لها انه برضه قتل حد عنده 19 سنه بالغلط. وهنا نفهم اللي هو كان عليه محاكمه بسبب اللي هو قتل شخص، وهنا فهمنا ليه الصحفيه كانت بتحاول ترن عليه من البدايه وبتحاول تاخد منه اجوبه. كل ده في الاخر عشان هو عمل جريمه قتل لشخص عنده 19 سنه. جو وهو بيكلم البنت المجنونه سمع في المكالمه صوت الشرطه وهي بتقرب للمكان اللي هي فيه، واخيرا الشرطه قبضت على البنت دي. في الاخر جو عرف ان الطفل الرضيع ما ماتش وهو دلوقتي في العنايه المركزه. صاحبه اتصل بيه عشان ياكد عليه على ميعاد المحاكمه تاني يوم عشان المفروض ان الشخص ده شاهد لجو ويحاول يدافع عنه عشان الحكم بتاعه يقل وما يكونش عليه عواقب. جو قال له خلاص انا هعترف بالجريمه بتاعتي عشان هو حس بذنب شديد جدا. جو دخل الحمام وقعد يعيط وانهار من العياط. اتصل بالبنت الصحفيه اللي كانت بتتصل بيه في الاول واعترف لها بكل حاجه عشان تنشر الخبر، وفعلا الخبر تاني يوم اتنشر واتقبض عليه والناس كلها عرفت. في الاخر جو كان فاكر ان هو البطل بس في الحقيقه طلع شخص مذنب. تقييم الشخص للفيلم ممكن اديله 7.5 من 10. النقط اللي ما عجبتنيش في الفيلم اللي هو متصور في مكان واحد بس، ودي ممكن تكون حاجه ممله لبعض الناس بس ممكن تكون النقطه دي تكون عاجبه ناس تانية. وبرضه من طريقه كلام البنت المخطوفه لو حد كان ركز كويس في اول الفيلم كان فعلا هيحس ان هي مريضه نفسيا بسبب الكلام الغريب اللي هي كانت بتقوله. وقتها فعلا كان ممكن نشك من البدايه اللي هي اللي قتلت الطفل. كده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه وتكتب رايك تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.